تعالى اقول لك ازاي تتمرن لوحدك لو انت مهاجم او هاف. يلا بينا. هنبتدي بتسخين كويس قوي. طبعا هنشتغل برضو اطاله من الحركه، مهم جدا ان انا اشتغل اطاله من الحركه عشان انا اشغل الدوره الدمويه في عضلات جسمي كلها، واتفادى طبعا الشد العضلي اثناء التمرين. وبعدين نعمل شويه سبرنتات زجزاج، وبعديها سبرنت لاخر الملعب. ومهم برضه اشتغل على عنصر الرشاقه زي تغيير اتجاه الجسم بسرعه زي التمرين ده. هنا هشتغل شويه مهارات ودريبل بالكوره، اشتغل دريبل زي كده، وبعدين اروح اعمل مهاره على الشخص اللي هو قدامي. لازم المهاره طبعا تبقى باداء سريع جدا، اسرع اداء لحركه رجلي اعمله عشان اقدر اطور من سرعه رجلي في المهاره زي كده. هنا بقى شويه مهارات كده ايه تفك بيها نفسك اثناء التمرين كده، وبرضه المهارات الاستعراضيه دي بتخلي عندك ثقه في نفسك برضه. مهم جدا انك تتعلم حركه استعراضيه كده عشان يبقى عندك ثقه في نفسك. وهنا اشتغل على الجون واروح بوشه بسرعه واشوط. لازم طبعا المهاره ويكون اداء المهاره سريع، اكون رايح على الراجل بسرعه برتم سريع، واعمل اي مهاره عايز تعملها. اهم حاجه تكون المهاره فعاله وتقدر تعملها في الماتش، وترفع عينك على الجون قبل ما تشوط عشان ترفع عنصر الدقه. وهنا هشتغل على الاستلام بحركه، بس انا المره دي هيبقى ظهر الخصم. هنا هستلم حركه وبعديها اشوط على طول. اهم حاجه هنا في المهاره دي لازم يبقى في مراوغه برجلي عشان اقدر الف بالخصم اللي في ظهري. ولازم طبعا بعد ما الف بجسمي على طول اشوط على طول، ما اخدش وقت كتير عشان ما يلحقش يضغط عليا ويقطع منك تاني.